يا مساء الفل، الف مبروك اول 3 نقط في الموسم. الحمد لله النهارده الزمالك كسب سيراميكا كليوباترا 2-0. كان ماتش متوازن، قدرنا نكسب في اخر 10 دقائق من بعد الدقيقه 80. الزمالك جاب جونين، ناصر ماهر ومحمد شعبي. كابتن رضا، حبيبي يا حسن. رضا حبيبي يا صاحبي. قول لنا ايه رايك النهارده؟ اولا انا حابب اهني كل اخواتي الزملكاويه، الف مليون مبروك. طبعا مكسب مهم جدا، وخاصه المكسب اللي في اول الدوري ده بيديك دفعه ويبقى عندك حافز ان انت بتكمل بنفس المستوى. واحنا ما كناش متعودين على الحته دي اللي احنا بالظبط. بنضيع اول موسم. بالظبط فحته ان احنا النهارده نكسب في اول ماتش في الدوري، وخاصه فريق عنيد زي سيراميكا كليوباترا، فدي في حد ذاتها يعني حاجه فريق ايجابيه. منظم، طبعا خلينا نقول ان هم فريق منظم وعنده كوره وعنده مدرب محترم. اللعيبه متعوده على بعضيها ومعاهم مدرب بالظبط. رخم بمعنى الكوره يعني. بالظبط. بس هي النهارده يعني كان في فكره او في حاجه كده، انا حابب يعني ايه اهني، او حابب مثلا ان انا اوضح النقطه دي. حابب ان انا يعني اشيد باداء يانيك فيريرا في مساله معينه، الا وهي لو خدنا بالنا يا جماعه، يمكن احنا انا وحسام ما اتفرجناش على الشوط الاولاني كله عشان على مثلا يعني رحنا الماتش الحمد لله ودخلنا في الدقيقه مثلا 30. فالفكره نفسها احنا لما شفنا التشكيل، انت ما كانش عندك غير لعيب واحد بس هو اللي مختلف، تشيكو بانزا. تشيكو بانزا، من الصفقات الجديده اللي احنا جبناها. بس خلينا اتفق معاك واختلف معاك في حته، اللي هو ده الطبيعي ان انا مش هخش بكل اللعيبه الجداد. هو ماشي تمام، بس هي الفكره نفسها ان احنا لما نيجي يا جماعه نبص بعد رحيل جوميز، يمكن احنا عاصرنا مثلا حوالي 3 مدربين. كان جروس، وكان ايمن الرمادي، وكان بيسيرو. بيسيرو صح. انت عندك كان نفس اللعيبه مع نفس ال3 مدربين، انت للاسف ما قدمتش كوره. تمام. فهي الفكره نفسها ان انت بتتكلم في طريقه لعب، ما فيش مدرب قدر يترجم طريقه لعب نادي الزمالك باللعيبه اللي معاه بالظبط من بعد جوميز. من بعد جوميز. بالظبط كده، لان الفكره يعني احنا كمان برضو المستوى ده ظهر جدا جدا الدوري الموسم الماضي، ان احنا ضيعنا مباشره كانت سهله جدا، ضيعنا من ايدينا الدوري، وكان في يعني عدم انضباط في النادي، كان في عدم انضباط في الاداء، كان في اداء سلبي للغايه. الفكره نفسها ان انت النهارده لما داخل بنفس اللعيبه مع مدرب جديد وكل الكلام ده كله، بس برضو انا ما كنتش متوقع ان احنا هنأدي في نفس الاداء اللي احنا منتظرينه، اللي ما كانش فيه يعني ما كانش فيه لعيبه جديده. النهارده انا بحيي يانيك فيريرا بسبب حاجه كده هو عملها. لو خدنا بالنا ان احنا ناصر ماهر كان وينج يمين، عبد الله السعيد مركز 10. احنا لاحظنا ان الاداء مفيش تطوير، مفيش كوره الزمالك بيمسكها. هو صح اخطائه في الشوط الثاني، نزل معالي بالظبط، خلى ناصر ماهر رقم 10. ده التغيير اللي فرق معاه جدا. الفكره مش في قصه ان هو التغييرات اللي غيرها، الفكره في ان هو خلى طريقه اللعب مختلفه. بمعنى انت دلوقتي لما خرجت عبد الله السعيد للاسف النهارده ما كانش بالاداء اللي هو منتظرينه، او الاداء اللي هو بتاع كل ماتش، اللي هو طبعا بيبقى فيها يمكن كان التوفيق غايب عنه النهارده. بس انت النهارده طلعت عبد الله السعيد، حطيت مكانه ناصر ماهر مركز 10، ظهرت القوه الهجوميه للزمالك، وخاصه لما كنا نمسك الكوره بنروح على الجول. بالظبط. اكمل بس بقيه كلامك. اللي انا طالب من الناس ما تستعجلش على اللعيبه. بالظبط. الحمد لله اللي احنا كسبنا. الفوز جه متاخر واحنا كنا قاعدين قلقانين وهجوم في احنا لا مش عاوزين نهاجم اللعيبه، عاوزين نستنى واحده واحده كده ان شاء الله ربنا يكرمنا. الحمد لله الفوز جه النهارده في اخر 10 دقائق، يعني نستنى وان شاء الله يكون موسم كويس. اللعيبه هتنسجم واحده واحده، مستحيل ان هم يبقوا مره واحده منسجمين. مظبوط كلامك يا حسام. يعني ان شاء الله يكون موسم كويس باذن الله. احنا باذن الله يعني كل اللي احنا مطالبينه مثلا من جمهور الزمالك الفتره دي ان احنا نقف في ظهر النادي، بندعم النادي. مش طبعا برضه حتى الصفقات الجديده مش هنقدر ان احنا نعلق عليها دلوقتي او نقدر نتكلم، لان ده طبيعي لسه اول ماتش. بالظبط، ولسه مش كل اللعيبه ظهرت. فاحنا يعني كل اللي احنا مطالب مننا دلوقتي ان احنا ندعم النادي ايا كان، سواء انت شايف ان اللعيب ده حتى وحش مش هتيجي تهاجمه دلوقتي. الفكره نفسها ان الدوري لسه طويل، واحنا النهارده كنا في اول ماتش. احنا كده كده لسه عندنا 4 ماتشات قبل التوقف الدولي ان شاء الله. محتاجين باذن الله ان احنا نكسب باذن الله ال4 ماتشات مع ال3 نقط بتوع النهارده، 15 نقطه. شلت من عليك ضغوط كبيره، داخل انت مرتاح. بعد التوقف الدولي باذن الله لما ترجع هتلاقي نفسك ان انت راجع نشيط. انا كده كده كسبان معايا 15 نقطه مهمين جدا. ويا جماعه خاصه كمان ان مشكله الدوري المصري يعني بالنظام اللي عملوه السنه اللي فاتت والسنه دي، انت ما عندكش فرصه ان انت تتعادل ماتش. باذن الله ان شاء الله يكون موسم كويس باذن الله. وانا طبعا بشكر حسام حبيبي على الاستضافه الجميله بتاعت النهارده. حبيبي يا رضا، ده انت اللي شرفتني النهارده والله. حبيبي ربنا يعزك. والله اليوم كان حلو معاك، ربنا يعزك والله. وانا اتبسطت بحسام جدا جدا، وان احنا كنا في الاستاد سوا. الاجواء كانت جميله، واستاد قناه السويس من الاستادات الجميله جدا 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 بصراحه اللي انا دخلتها. ويبقى اتمنى باذن الله ان احنا نكمل الانتصارات باذن الله، ونكون في ظهر النادي طول الوقت، ومزيد من الانتصارات باذن الله. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.